في كلمات بتقولها عادي، لكنها كل مرة بتقص من قيمتك، بتسرق من احترامك وانت ما بتاخدش بالك. بس دلوقتي لازم تفوق. هل عمرك خرجت منك كلمة وبعدها حسيت انك صغرت نفسك قدام الناس؟ مش قصدك عارف، بس الكلمة خرجت وسابت وراها أثر وجع كأنك ضربت نفسك بالقلم. خد عندك دي: أنا آسف إني اتكلمت. يعني إيه؟ يعني بتقول للناس يا جماعة أنا ما كانش المفروض أتكلم، كان المفروض أسكت. أنا ماليش صوت. وده كذب. أنت ليك صوت، ليك رأي، وليك مكانك. في فرق كبير كبير جدا بين الاعتذار والمسكنة. الاعتذار قوة، لكن إنك تقلل من نفسك لمجرد إنك فتحت بقك دي خيانة. خيانة لاحترامك لنفسك. ولما تقول أنا غبي حتى لو بهزار، أنت مش بتهزر، أنت بتغذي عقلك بسم. النهاردة يمكن هزار، بس بكرة حقيقة عقلك هيصدقها، والناس مش هترحمك. الجملة بقى اللي تقتل: أنا مش فارق مع حد، أنا ماليش لازمة، أنا زيادة على الدنيا. عارف أنت بتعمل إيه لما بتقول كده؟ بتطفي النور اللي جواك، بتقنع نفسك إن وجودك عبء. بس أنت مش عبء يا صاحبي، أنت رزق في حياة ناس كتير، بس مش واخد بالك. كلمة بقى أنا مش قادر، ليه خايف؟ من إيه؟ رد عليا بدل ما أنا اللي أكلك جزء ده. قول لي خايف من إيه؟ فوق. خايف تخسر؟ هتخسر إيه؟ ما أنت كده كده هتخسر وأنت في سريرك، وأجمل سنين عمرك وأجمل لحظات كانت ممكن تقضيها في محاولة ومغامرة. خايف تقع؟ ما تقع، وماله؟ هتتعلم. هتتعلم إزاي تقف على رجليك من تاني. تفشل؟ ما تفشل. هو أنت لو ما فشلتش مش هتنجح؟ هتنجح إزاي؟ صدقني الكلمات مش حبر على ورقة، ده مفتاح، مفاتيح كتير. يا إما تفتح بيها باب جديد في حياتك تشوف منه النور، يا إما تحبس نفسك جوه زنزانة الحياة. فاختار مصيرك. ما تسجنش نفسك بجملة طايشة، أو احترامك بيبدأ بلسانك مش من نظرة الناس ليك. وكل كلمة بتقولها لنفسك يا بترفعك يا بتدفنك. وأخيرا يا صاحبي، لو وصلت للنقطة دي يبقى أنت قلبك صحي وعقلك بيطلب النجدة. وأنا هنا مش ببيع لك الوهم، لكني برمم روحك. فاشترك بقى في القناة وفعل الجرس وسيب تعليق بصوتك الحقيقي. يمكن يمكن بكلمة واحدة منك كان هيستسلم. خدها قاعدة: اللي بيحترم نفسه الدنيا كلها بتحترمه، حتى لو كان ساكت. خد بالك من نفسك. سلام.